واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا برضه بده يجيب لقطة بقى السنين بقى سنين عدد، عايز يجيب مذكرة تفسيرية لها. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طب هو ما يقولش 309 ليه كده على طول؟ ولذلك هم قالوا ايه له؟ قالوا والله احنا نعرف ال 300 انما ال9 دي ما نعرفهاش. يبقوا موافقوا على حاجه وخالفوا في حاجه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يوم خلق الله السماوات والارض مقسم الزمن تقسيم فلكي. تقسيم الفلكي دي فيه يوم عنوان الشمس، نعرف اليوم بايه؟ بان الشمس ايه؟ طلعت الشمس، خلاص عرفنا اليوم خلاص كده. انما ما نستطيعش نفهم من الشمس الشهر، يقوم يعمل لنا الهلال اول الشهر يطلع قد كده وبعدين يكبر ومش عارف ايه. يبقى انا وقت لنا اليوم بالشمس ووقت لنا الشهر بالايه؟ بالقمر. القمر يعني اللي فيها وضعيه الهلال يعني. الله، يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه. فانت الان لما تيجي تحسب 300 سنه اللي هم بيقولوا عليهم حسبوها بالايه؟ بالشمس. لما تيجي تحسب ال 300 سنه بالهجري عشان 11 يوم وكذا، تقوم تلتفت تلاقيها ازدادوا 9. يبقى ال 300 زادوا 9، مش اصلهم 309 من اول الامر، هم اصلهم ايه؟ عندكم 300. انما احنا في التاريخ بتاعنا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يبقى يزدادوا ايه؟ يبقوا يزدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا. يعني لأن ده هيختلف عن اللي عندهم. قال لهم انتوا اللي قلت كده، انما ربنا عارف هم لبثوا قد ايه، والتوقيتات عنده بالايه؟ بالاهله. وتجد حكمه التوقيتات بانها تبقى بالاهله في الاسلام. النسك كله يبقى بالحج، يبقى بالاهله، رمضان يبقى بالايه؟ كله يبقى بالاهله. ليه؟ قال لك لان الاسلام جاء دينا عاما زمانا وعام مكانا، ويطلب منه نسك. عندنا الحج لو كان مربوط بالطقس الذي لا يتغير ليه بالشمسيات، كان إن جه الحج في الشتاء يفضل في الشتاء، إن جه الحج في الصيف يفضل في الصيف. طيب أهل البرودة اللي في بلاد باردة لما يحبوا يحجوا وكان هو في الصيف ما يطيقوش، وبالعكس التانيين لما قال لك يديروا المناسك في كل السنة. يجي الحج مرة في الشتاء ومرة في الربيع ومرة في الخريف، عشان كل واحد ايه؟ يروح يناسب الطقس. اللي بيصوم رمضان لو ان التوقيت بشهر ثابت يعني بطقس ثابت، كان ان كان في الشتاء يفضل ايه؟ في الشتاء، وان كان في الصيف يفضل في الصيف. يبقوا دي متعبة لأهل الصيف في الشتاء وأهل الشتاء في الصيف. يقوم يلون الايه؟ يجي مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده. ولذلك قالوا يا زمن وفيك كل الزمن، يا زمن وفيك كل الايه؟ الزمن. ولذلك احنا لما حسبنا الدورة الفلكية وبعد ذلك نيجي نشوف مثلا احنا بنصلي الظهر، مثلا صلينا الظهر النهارده، اهو ساعة انت ما كنت بتصلي الظهر في ناس بيصلوا العصر، وفي ناس في الوقت ده بيصلوا المغرب، وفي ناس دلوقتي بيصلوا الايه؟ العشاء، وفي ناس بيصلوا الايه؟ الفجر. بل بالعكس، ده في واحد بيقول الله اكبر الله اكبر بيأذن للظهر، وواحد بيقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. اذا فلفظ الاذان وفعل الصلاه شائع في كل اوقات الزمن بكل الوان العباده. ما يمكنش انت بتقول الله اكبر ودوك بيقول ايه؟ حي على الصلاه، وده بيقول حي على الصلاه، وده بيقول لا اله الا الله الاخيره، وده بيقول في الاذان، وده بيقيم، وده بيقيم، وده عمال في الوقت الواحد. اذا الله اكبر لا تنتهي، ونويت صلاه الصبح لا تنتهي، كل وقت فيه له. ادي السبب في الايه؟ في انه عملها بالدوره الفلكيه. قل الله اعلم بما لبثوا، له غيب اللي بيغيب عنكم، له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع.
يعني ما أشد بصره، ما أشد سمعه بصر المستوعب اللي بلا قانون، سمعه المستوعب بلا إيه؟ بلا قانون. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بيقولوا اطمئنوا لأن الكلام اللي بقوله لكم مش هيحصل فيه تغيير. ليه؟ لأن ما فيش شريك يغير عليا، اللي قلته هو اللي هيمشي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. بعد الحكايات اللي قالها لك دهيا الجماعه اللي راحوا يسالوا وانت جاوبت، اعلم ان لك رب رصيد لك، ساعه ما يحبوا يعملوا لك مثلا مقلب انا وراك. ولذلك بقى قول اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ولا ايه، واياك ان تظن ان العقبات التي يقيمها خصومك لك هتأثر في الدعوة بتاعتك، وإنما إن أبطأت فلأن الله يريد أن يمحص جنود الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة. ما يجيبش ناس إلا إذا كانوا إيه؟ ناضجين، فيجيب لك شوية أحداث وشوية وقفات عشان لا يصمد فيها إلا من؟ لا يصمد فيها إلا من هو مأمون على حمل هذه الإيه؟ على حمل هذه العقيدة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته، قال لك مش في حد هيبدل كلمات، ما فيش إله تاني. لا مبدل لكلماته، لأن اللي يقدر يبدل ده مين؟ يكون إله تاني، ولا فيش إله تاني يبدل. ولذلك إذا قال لك يعني تبقى انتهت. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ تذهب إليه ليقول لك كذا أو كذا وكذا، لأن حسبك الله وهو نعم الإيه؟ أولم يكفهم أن إيه؟ كذا. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الجماعة دول بتوع أهل الصفة قاعدين ما لهمش شغل إلا الإيه؟ العبادة. فنسأله ما يقوموا ويشتغلوا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا. وبعدين قالوا له أنت ملتفت إحنا عايزين تلتفت لنا وتسيبك من الناس. قام قال له اصبر نفسك معه. إذا إحنا لما نيجي نشوف ناس من اللي بنقول عليهم مجاذيب، ناس منقطعين للعبادة، ما نحتقرهمش. ليه؟ لأن دول موازين التكامل في الكون. لما يجي واحد مثلا مهبول على الدنيا ومشعوف عليها ولا يسيب الصلاة عشان مصلحته، يوم ربنا يبعت له واحد كده ممدد رجليه وله السائل عن الدنيا دي كلها. ومن العجيب ان صاحب الدنيا دي اللي عامل تجاره وعامل مش عارف ايه تيجي له ازمه من الازمات، يقوم يجي في ريح الراجل ده يقول حد كده يقول له النبي تدعي لي ان ربنا يفك ازمتي، النبي تدعي لي ان ربنا مش عارف ايه. قال لك ده دول ربنا عاملهم علشان يرد بهم جماح مين؟ جماح اللي منهمكين في الدنيا. يجيب لهم ناس كده هو قاعدين ومش منهمكين في الدنيا، وبالعكس اصحاب الدنيا يكونون في خدمتهم. احنا كنا زمان ودحنا واخواننا موجودين نريد ان نصليها في سيدنا الحسين في المسجد المغرب، فحبينا نيجي نصلي المغرب، فالتفتنا لقينا واحد من رجال الاقتصاد الكبار رحمه الله عم السيد جلال واحمد طعيمه موجود واحمد ابو شقره وخليفه وعطيه. قلنا يلا نصلي المغرب. فالعم الحاج سيد رحمه الله قال ايه؟ قال طيب استنوا شويه لما اعمل شيء. طلع فلوس من جيبه 10 جنيه واعطاها لعامل، قال له اديني فكه. فلما جاب له الفكه قال له لا انا عايز جنيهات من الكبيره. في جنيهات طلعت صغيره وكانت جنيهات زمان كبيره. ونحن بنقول الله بقى انت عايز دي احسن. قام قال لي الواد المجذوب اللي في الحسين ما بيرضاش ياخد الا الجنيهات الكبيره. قمت قلت يا سلام، مجذوب وقاعد وشاغل اكبر رجل في الاقتصاد بانه يجيب له الفلوس اللي على كيفه.